حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. طبعا الفيديو ده انتوا كنتوا مستنيينه علشان تشوفوا منظر الاوضه بقى بعد ما بيضتها وغيرتها شكله عامل ازاي ورتبتها. هي غلبتني جدا جدا الصراحه. بس في ايه مكان مكان البوهيه اللاكيه. يمكن انا معلش انا اسفه، حبيت اوضح لكم حاجه شويه ان انا ما قلتش ايه الادوات اللي انا استخدمتها قبل كده. او نوع البوهيه اللي انا استخدمتها، علشان في ناس كتيره سالتني. الفيديو كان ملخبط شويه، معلش انا بنتي كانت تعبانه معايا زي ما قلت لكم، كانت متطعمه فبجد ما عرفتش. يعني الفيديو اتلخبط شويه ومعرفتش اوضح لكم كل حاجه زي ما كنت مرتبه، وفي حاجات كتيره اتلخبطت معايا. بس هعوضها لكم باذن الله، وهعمل لكم فيديو جميل جدا جدا ان شاء الله المره الجايه. طبعا زي ما انتم شايفين الدولاب لسه ما بيضتهوش. انا بيضت السرير والكومودينو والمكتب بس. فلسه عندي السرير التاني وكمان الدولاب. ان شاء الله باذن الله هرتب لكم الفيديو ده قوي قوي قوي، وهعمله لكم كويس جدا، وهقول لكم انا استخدمت ايه بالظبط، وايه الفرش اللي استخدمتها، وايه نوع البوهيه، وهعرفكم تفصيله تفصيله بالظبط باذن الله ان شاء الله. وهفهمكم كل حاجه، لان انا حسيت فعلا ان الفيديو اتكروت شويه، معلش انا اسفه سامحوني. انتوا عارفين طبعا الاطفال ولما بيكون في اصلا تطعيم او تعب الدنيا كلها بتبقى بايظه. قد قامت فالحمد لله الصلاة يعني. قد قامت. دلوقتي عملت الرفوف دي مسحتها. انا كنت الصراحة قبل الفيديو برضو رتبت الدنيا دي كده كلها وكنت مسحة، وكمان الارض كان فيها كتير بوهية من اللاكيه دي. طلعتها بايه؟ طلعتها بسلكة وتنر السيراميك كله. فكنت في حاجات كنت ملمعاها، يا دوب هلمع معاكم كده خفيف وايه وهنفرش. يعني ما تقلقيش، حتى لو بوهية اتنطورت منك او وقعت او اتعملت في اي حاجة عندك في الارض، في سيراميك، في خشب، في اي حاجة، بتنر وقماشة او بتنر وسلك. فانا الصراحة يعني عملتها بالسلكة، علشان كان في بوهية كتيرة جدا متنطورة من جوزي بعد ما بيض لي. انا كده بعمل بالمقشه، مش مكتره صابون قوي يعني، علشان الصراحه كذا مره كنت بتزحلق وكنت بقع لما بكتر في صابون او اريال قوي يعني. فهو مش واضح معاكم، بس انا كنت حاطه فيه اريال وصابون وكلور في الميه، وعملتها بالفرشه. كمان غيرت اتجاه السرير، وشلت المكتبه اللي انتوا شفتوها دي اللي انا قلبتها معاكم صيدليه، الناس اللي متابعاني وبتشوف فيديوهاتي. كنا حاطين فيها الكتب الدينية او المصاحف، سبح، كنت مجمعة فيها كل حاجة. كل دي شلتها وحطيتها معاكم زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو خالص. رصيت كل الكتب على الرفوف دي، كتب بتاعتي الدينية والمصاحف. الصراحة دخلتها في الأوضة التانية لما عملت الصيدلية، يعني كان حطيتها من فوقيها خالص كده. و... والمكتبة دي فعلا فعلا لمت لي. كنت حاطة الأول خالص برضو، كنت حاطه العلاج في سبتة، كنت حاطاه في سبتة. وبعد كده حط... شلته بقى، حطيته في الصيدليه اللي انا عملتها دي. والكتب برضو كانت جميله، كانت لمالي الكتب، بس بعد كده حطيتها على الرفوف بقت شكلها جميل زي ما شفتوها معايا في اول الفيديو. فالتغييرات دايما بتبقى حلوه. يعني انا لما ركزوا كده في كلامي معلش حاسه ان انا لخبطتكم. انا كنت حاطه الكتب في المكتبه، شلت المكتبه حطيت فيها الدواء اللي انا كنت حاطاه في سبيتا. والسبيتا الصراحه استخدمتها بقى، صبنتها كويس جدا، واستخدمتها فين؟ في التلاجة. برضو نظمت لي التلاجة جدا. فعارفين اللي هو الحاجة اللي انتي بتشيليها من هنا بتستخدميها في حاجة تانية. فالحاجات دي دايما، التغييرات دي بتعمل معاكي انتي روح معنوية وبتعمل معاكي يعني بهجة كده وحاجة جديدة. يعني غيرتي من حاجة لحاجة. انا لما غيرت لون الأوضة الصراحة بقى لونها تحفة ومفتح لي الأوضة، وزي ما انتوا شايفين البياض بتاع الحيطان جميل جدا عجبني. بعد كمان لما نشف، لما بقى يعني خلاص. الاول وانا بضربه معاكم كان تحسوه لونه ايه، غامق سنه. خلاص فتح قوي 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 لما سبته نشف وبقى شكله جميل. والاوضه كلها بقت منظمه وفاتحه وتحفه. وعجبتني وخلت معنوياتي ارتفعت جدا. وكمان بنوتي بقت فرحانه بيها قوي، واولادي بقوا فرحانين بيها جدا. وحتى المكتب فرق، وبقت ولادي نفسهم يقعدوا ويذاكروا ويعملوا كل حاجه. فانتي بتغيري لنفسك وبتدخلي في البيت كله طاقه ايجابيه. يعني مش بتدي لنفسك انتي بس طاقه وسعاده، لا ده انتي بتدي كمان طاقه وسعاده للي حواليكي. فدايما جربوا وفكروا وجازفوا
جازفه عادي، طلع معاكي مره وحش مره حلو. يعني بصوا انا غيرت الملامح بتاعه الاوضه تماما. الخشب شوفوا كان بني، قلبته ابيض. فاهمين؟ يعني الموضوع ممكن بالنسبه لناس ان هو صعب، لا ده احنا ممكن نبيع ونشتري. لا ما انا ممكن ما يكونش معايا فلوس ان انا اشتري اي حاجه اصلا، فبعمل فحاجه بسيطه قوي والله بكيلو بهيه. فاهميني؟ غيرت السرير وغيرت الكومودينو وغيرت المكتب وبقى شكلهم تحفه زي ما انتم شايفين. وكمان الرفوف دي لما حطيت عليها الكتب الدينيه والقصص والمصاحف وكمان اللي فوقيها حطيت كتب ولادي. الادراج كمان لما فضيت ونضفتها حطيت فيها الكتب بتاعتهم. الشنط رتبتها على جنب. الدنيا كلها بقت جميله. بصوا الاوضه، بصوا المكتب بقى تحفه. والله العظيم انا بقيت حابه ان انا اقعد في اوضه ولادي. حتى اوضتي برضو اللي اتفرج على الفيديو بتاعها قبل كده لما عملت فيها اللون الذهبي، كانت شكلها تحفة وجميلة واتغيرت 180 درجة. غيرت اتجاه السرير، يعني عارفين اتجاه السرير بس لوحده لو انت غيرتيه هتحسي ان انت فرق معاكي، لان لو انت فرشه سجادتين ممكن تفرشي سجادة واحدة. لو حاطه ستاره كذا وغيرتي ستاره كذا هتلاقيه برضو الشكل اتغير. فاهميني؟ فالحمد لله على كل حال الواحد راضي. يا رب اكون فيديوهاتي بتفيدكم او بتدخلكم طاقه ايجابيه او بتسعدكم او بتديكم اي نصايح او اي حاجه كويسه. ما تنسوش بقى اللايكات والاشتراكات علشان يوصلكم كل جديد. وان شاء الله احاول انظم فيديوهاتي اكتر من كده واعرفكم حاجات اكتر واكتر ونشجع بعض اكتر واكتر. وده منظر الاوضه بعد ما عملتها، الباب وكده فاضل الدولاب ان شاء الله هعمله معاكم. وده منظر الاوضه، يا رب يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.